ايه هو علاج اورام الغده الجرثومية؟ العلاج الاساسي لاورام الغده الجرثومية سواء كان ورم حميد او ورم خبيث اللي هو نسبته قليله بيبقى هو العلاج الجراحي. الورم الحميد بنستأصل الغده المصابه، اما الورم الخبيث فبنستأصل الغده المصابه وبنستأصل معاها الغدد الليمفاويه المجاوره. هنا بقى لازم نقف كده ونتكلم ونقول ايه هي اصول استئصال الغده الجرثومية، لان في شرطين مهمين جدا لازم يتوفروا اثناء الجراحه. لو ما توفروش انا ممكن الغي العمليه اساسا. ايه هم الشرطين دول؟ اول حاجه تحليل لهرمون الباراثورمون اثناء الجراحه، انترا اوبرتيف باراثورمون اسسمنت. والحاجه الثانيه تحليل لانسجه الغده الجرثومية اللي انا هستأصلها برضو اثناء الجراحه. تعال نتكلم بالتفصيل شويه. الورم اللي في الغده الجرثومية بيزود افراز هرمون الباراثورمون، بيوصل مثلا ل 600 او اكتر من 600. عمر الهرمون ده في الدم حوالي من 3 ل 5 دقائق، وبالتالي انا بعد ما بستأصل الورم بسحب الهرمون كتحليل دم عادي بعدها ب 10 دقائق وبحلله اثناء الجراحه. ويفضل ان يكون معمل التحليل هو نفس معمل التحليل اللي سحبنا فيه قبل العمليه. المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض ان نسبه الهرمون تقل للنص او اقل من كده. ما قلتش هعمل ايه؟ يبقى انا ما شلتش الورم، يبقى لازم ادور تاني واشيل الورم تاني اشوف هو فين بالظبط. بتوصل لدرجه ان انا ممكن استأصل الفص الكامل من الغده الدرقيه، لان اوقات الغده الجرثومية بتبقى موجوده داخل الغده الدرقيه. هنفضل كده لغايه اما نسبه الهرمون تقل عشان المريض يستفيد من الجراحه. الحاجه الثانيه، لما بنستأصل الغده الجرثومية لازم دكتور تحليل انسجه يبص عليها تحت الميكروسكوب، لان شكل الغده الجرثومية مشابه جدا للغدد الليمفاويه. وبكده يبقى احنا بنعمل الاستئصال بطريقه دقيقه بتوصل لنسبه 100%، وبالتالي المريض بيستفيد من الجراحه.